سلام، مرحبا بكم. معايا ذوق نجمة للطبخ بوصفة جديدة اللي هي بسكوي رولي. راح نقدمها لكم بطريقة سهلة ومبسطة. أما الجينواز اللي حنستعملو فيها راح يكون بنفس طريقة المحلات. ونذكركم قبل ما نبداو في الوصفة، اللي مازال ما اشتركتش في القناة ولا شافت القناة لأول مرة، ما تنساش تضغط على زر الاشتراك والجرس هكا باش يلحقك كل جديد. وبلا ما نطول عليكم نبداو في الوصفه تاعنا. بسم الله. الحاجه الاولى اللي ديروها باش توجدوا البسكوي غولي تاعكم، نوجدوا الشربات. هنايا في الشربات تاعنا نستعملوا فنجال تاع سكر بزوج فناجل تاع ماء. اما اللي ما تحبش تشرب البسكوي تاعها تقدر تستغنى على هاد المرحله، كيما على بالكم الناس اذواق. نحطوا هاد السيرو على النار ونطفوا عليه 5 دقائق بعد الغليان، يعني كي يبدا يغلي نحسبوا له 5 دقائق ونطفوا عليه، ومن بعد نخلوه يبرد. والحاجه الثانيه اللي نوجدوها باش نحضروا البسكوي تاعنا هي لا كريم اللي تجي لداخل. درت فيها كاس تاع شونتيي مع كاس ناقص 1 دوا تاع حليب، كيما راكو قادرين طلعوها بكاس ناقص 1 دوا ماء. يعني الماء يخلي لا كريم تاعكم تشد مده طويله اكثر. اما اللي تحب تكونسوميها في وقت قصير دير الحليب، راح يعطي لها مذاق خير من هذاك تاع الماء. نقعدوا نطلعوا لا بودر شونتيي تاعنا حتى تتكون لنا اون كريم، ومور ما تطلع بيان نزيدوا لها مغرف كبيره تاع كاكاو هكا باش يعطي لها هذاك اللون البني. وموراها درتها في فريجيدير هكذا باش تزيد تشد روحها اكثر. سي بور سا سبقت في هاد المراحل باش نروح للبسكوي. هنايا باش يجيكم البسكوي تاعكم ناجح 100% لازم الغيسيبيون اللي نخدموا به ما يكون فيه حتى قطره تاع ماء. ومام هادو تاع الباتور ما لازمش يكون فيهم الماء ويكونوا ممسوحين مليح هكا باش ما تحبطناش لاباط. نحتاجو في الوصفه تاعنا 4 حبات بيض يكونوا كاملين وبحراره الغرفه، يعني تخرجوهم شويه من قبل ما تبداو تخدموا بهم فريجيدار. هنايا هاد الوصفه راح نقدمها لكم بالميزان وبالمغرف هكذا، اللي ما عندوش ميزان يقدر يديرها فاسيلمون. كميه السكر اللي نحتاجوها هي 100 غرام، قيس 4 مغارف كبار تاع سكر. وشوفوا الكميه اللي راني نستعملها، يعني تجي شويه بومبي، ما رانيش نحبط من المغرف كميه السكر اللي راني نستعملها. هكا ان شاء الله راح تكون المقادير مضبوطه وتقدروا ديروها في الدار بلا ميزان. نعاودوا نرجعوا للبيض تاعنا ونخلطوا بالباتر ولا بالبيتخان كيف البيض والسكر هذاك نضيفوه بالتدريج كيما راني ندير انايا، ونبداو نخلطوا حتى يطلع لنا مليح هذاك البيض بالسكر. يعني القوام اللي نتحصلوا عليه لازم يكون بيض، وهذا سر من اسرار لا جينواز، يعني البيض والسكر لازم يطلعوا تري بيان. وهاوليك القوام اللي تحصلت عليه بعد ما ضربت تري بيان البيض مع السكر، راح يرجع اكثر من الدوبل. اللون تاعو يرجع بيض كما راكو تشوفوا ويولي لنا شغل رغوه. فوالا هنايا نعرفوا بلي سي بون وجات المرحله اللي لازم نضيفوا فيها الفارينه. ونفس الطريقه اللي درت فيها في السكر درت فيها بالفارينه. راح نوزن لكم ونوري لكم بالمغرف. الفارينه راح نحتاجو 100 غرام، نفس كميه السكر. اما المغرف كما راكم تشوفوا راهي تبان معمره، هاوليك 4 مغارف جاو سوا 100 غرام. وكما يقولوا مقادير مضبوطه 100%. نعاودو نرجعو للخليط تاعنا تاع البيض والسكر ونبداو نزيدو عليه الكميه تاع الفارينه تدريجيا ونخلطو دو بريفيرونس
بالفوي، ولا ما كانش عندكم تخلطوا بلا ماغيز. ونخلطوا باتجاه واحد من الفوق للتحت، من الفوق للتحت هكذا، باش ما ديرناش تكتلات وما طيحناش لاباط تاعنا، يقعد لنا توجور هذاك القوام الرغوي. كي نكملوا نكونوا وجدنا السنيوه تاعنا اللي درنا فيها بابي كويسون وحكمناه في الاطراف بالزبده ولا بلا بات، ومن بعد نفرغوا لاباط تاع لا جينواز تاعنا عليه. ومن بعد نبداو نسوي السطح تاع لاباط تاعنا بحاجه متوفره عندكم بلا. انايا كان عندي لاكوبات قاعده نخدم بها. ومر ما كملت دخلته يطيب على درجة حرارة ما تكونش مرتفعة بزاف، يعني من 180 ل 200 درجة. أما الوقت راح ياخد لكم من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقة. ومر ما نشوفوه طاب نشعلوا له شوية من الفوق، ومن بعد نفتحوا الكوشة بهذه الطريقة هكا باش ما طيحناش لا جينواز لو كان نخرجوها ديريكت، يعني حتى يبدا يدخلها هذاك الهواء البارد بالعقل. نحطوا عليها طرشون يكون نقي بيان سور، ونخلوه شويه هكاك عليها، ومن بعد نقلبوها عليه ونبداو نحو في لو بابي كويسون، راح يتنحى لكم بكل سهوله. شوفوا كيفاش جاتني خفيفه وسورتو ما تتكسرش. كما قلت لكم كي تخلو فوقها هذاك الطرشون راح يخليها منديه، وبيان سور ما حاش كامل تتكسر معاكم. وبلا ما ديروها داخل لو بابي كويسون ولا داخل الطرشون وترولوها بهذه الطريقه ما حاش تتكسر معاكم وحاجيكم ناجحه ان شاء الله. دركا نجيبو هذاك السيرو اللي كنا وجدناه من قبل ويكون برد معانا، نبداو نشربو به لو بسكوي تاعنا حتى نكملو كامل لا كونتيتي. ومن بعد نروحو نجبدو هذيك لا كريم شونتيي اللي كنا وجدناها من قبل، ونبداو نحطوها على الوجه تاع لو بسكوي. ما نحطوش كميه كبيره بزاف هكا باش يترو لنا بكل سهوله. والكميه اللي قاعده تملا كريم شونتيي نكملو ندهنو بها الوجه تاع لو بسكوي. وباش يجي الوجه تاعو بيان ليس نشدو شويه من بابي كويسون نطبقوه على زوج ونديرو بهذه الطريقه نليسيوه. ومن بعد نشدو لو بسكوي تاعنا نديروه في كونجيلاتور حتى نشوفوه هذيك لا كريم من الفوق شدت شويه روحها، وهذاك الوقت نروحو نوجدو فيه لا غاناش. لا غاناش تاعنا راح تكون بزاف اقتصاديه، ما راحش نستعملو فيها كريمه سائله، راح نديرها غير بالحليب. هنايا في كاسرونه نحطو 100 غرام تاع شوكولا، نفرغوا عليها مع الاول 3 مغارف كبار تاع حليب، نحطوها على نار هاديه، ومن بعد مر ما تذوب لنا نعاودو نزيدو نديرو عليها 3 مغارف كبار تاع حليب واحد اخرين. وعينكم ميزانكم اذا شفتوها جاتكم ثقيله بزاف ما تقدروش تفرغوها زيدو مغرف. لا كريم شونتيي تاعنا كانت شدت روحها من الفوق، ومن بعد جبت لا غاناش تاعي وقاعده نفرغ عليها بهذه الطريقه، يعني راح تجيكم ليس وناجحه وبيان سور كيما قلت لكم اقتصاديه بلا ما تستعملوا فيها كريمه سائله غير بالحليب تجيكم هكذا. واللي عنده قرياج يحطها فوق القرياج دو بريفيرونس هكذا باش تجيكم سهله كي تكونوا تقلاصيو فيها. وهنايا في التزيين حطيت لها حبيبات تاع نوازات، وانتوما راكم قادرين تزينوها بالحاجه اللي توفرت عندكم.
وهنايا كنت حطيتها في طبق التقديم كيما راكم تشوفوا. هذه هي الريزولطا تاع البسكوي رولي تاعنا. كيما شفتوا وصفة اقتصادية وناجحة 100%. جربوها وعينيكم مغمضين. كيما شفتوا تاني درتها لكم بالميزان وبالمغرف. وهنايا نقولكم اذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنسوش ديروا لي جيم، وللوصفة القادمة ان شاء الله.